فالحلقة اللي فاتت يا صديقي حكينا عن السلطان الأشرف برسباي، السلطان اللي خلى مصر أغنى دولة في الشرق، وجاب ملك قبرص أسير لحد القاهرة. لكن بعد موته سنة 1438 ميلادي التاريخ بدأ صفحة جديدة، صفحة مليانة مؤامرات، انقلابات، وسلاطين كتير بيطلعوا ويقعوا زي الموج. بعد وفاة الأشرف برسباي تولى الحكم ابنه الملك العزيز يوسف، لكن الولد كان صغير مجرد طفل، وعشان كده يدوب كام شهر واتعزل من الحكم، ووقع الاختيار على الأمير الكبير الظاهر سيف الدين جقمق، وتعين سلطاناً على مصر. جقمق كان راجل سياسي محنك، خدم تحت برسباي وكان بيحكم بعقل مش بالسيف. من أول ما مسك الحكم عرف إن أهم حاجة هي الاستقرار، خصوصاً بعد الفوضى اللي بتكون دايرة حوالين الكرسي بعد وفاة أي حاكم. في عهده البلد رجعت تهدى من تاني، النيل بخيره والتجارة ماشية، والدولة المملوكية رجعت لمركزها كقوة لا يستهان بها في العالم الإسلامي. وكعادة المماليك الراجل ده يا صديقي ما كانش محبوب من الكل، فيه أمراء شافوا إنه مسيطر زيادة، ومن هنا بتبدأ المؤامرات ضده، ولأنه كان ذكي كان سابقهم بخطوة. وفي سنة 1453 ميلادي، نفس السنة اللي سقطت فيها القسطنطينية في إيد محمد الفاتح، الظاهر جقمق تعب وقرر يتنازل عن الحكم بنفسه وسلم العرش لابنه المنصور عثمان ابن جقمق. المنصور عثمان يا صديقي كان شاب صغير متحمس، وحماسه ده خلى المماليك يستغلوه ضده، وبعد شهور قليلة من توليه الحكم عملوا مؤامرة عليه واتخلع من الحكم واتسجن. وهنا بيطلع نجم جديد، الأشرف إينال. إينال كان من المماليك الكبار اللي خدموا برقوق وبرسباي، ومعروف بذكائه ودهائه، ومن أول ما مسك الحكم بدأ في تثبيت سلطته بالقوة، بعد أمراء وقرب ناس جداد من المماليك اللي بيثق فيهم. الراجل ده كان حاكم إداري من الطراز الرفيع، اهتم بالضرايب وبنى منشآت جديدة في القاهرة، ورجع النشاط التجاري في البحر الأحمر. لكن مع مرور السنين كبر في السن وضعف، والأمراء استغلوا ده، وفي سنة 1461 ميلادي بعد حوالي 8 سنين من الحكم تم إجباره على التنازل عن العرش، وساب الكرسي للسلطان الظاهر خشقدم. وده كان بيتمتع بذكاء عسكري كبير جدا، بس عهده كان مليان اضطرابات. في بدايته نجح في صد التمردات في الشام، لكن بعدها ظهرت مشاكل داخلية في القاهرة نفسها، وصراعات بين المماليك الشركسية والمماليك الروم. ورغم كده قدر يحافظ على توازن الدولة، وكان عهده هادي نسبياً مقارنة باللي قبله. لكن المرض والسن غلبوه، وفي سنة 1467 ميلادي اتوفى، وساب العرش مفتوح قدام واحد من رجالته، تمر بوغا. تمر بوغا يا صديقي كان من المماليك اللي طلعوا بسرعة، بس سقوطه كان أسرع من صعوده. ما كملش في الحكم سنة، لأن الأمراء شافوه ضعيف وما يستحقش الكرسي، فاتفقوا على خلعه، وفي مكانه طلع نجم جديد، نجم هيغير شكل الدولة كلها ويحط اسمه في التاريخ جنب الكبار، الأشرف قايتباي. وقبل ما نتكلم عنه وعن مدة حكمه اللي استمرت حوالي 28 سنة، لازم نعرف الأول هو مين. قايتباي يا صديقي كان مملوك شركسي الأصل، اتولد سنة 1416 ميلادي، اشتراه السلطان برسباي وهو صغير، وتربى في القلعة على النظام والانضباط، وبذكائه وهدوءه بقى من كبار القادة، لدرجة إنه بقى قائد حرس السلطان. ولما مات تمر بوغا
الأمراء كلهم أجمعوا عليه سلطان، وبعد توليه السلطة مباشرة كان أول قراراته إعادة النظام والانضباط داخل الجيش علشان يوقف تمردات الأمراء اللي كانت بتنهش الدولة. قدر قايتباي خلال أول سنتين يطهر القصر من المتآمرين ويعيد الانسجام لمجلس الحكم. أما على مستوى الشعبي، وفقاً للمصادر إنه كان راجل عادل ومحب للإصلاح، خفف الضرائب واهتم بتوفير الغذاء في سنين الغلاء، وأصدر قوانين لتنظيم التجارة والأسواق، لدرجة إن التجار كانوا بيسموه سلطان العدالة. ومن أول يوم قايتباي كان مختلف، مش بس حاكم قوي، ده رجل دولة حقيقي اشتغل على إعادة تنظيم الجيش والدولة. ولأنه كان عاشق للفن والعمارة، بنى عشرات المساجد والمدارس والسبل في القاهرة واسكندرية والحجاز والشام. وكان من أشهر أعماله مجمع السلطان قايتباي في مقابر المماليك اللي اتبنى سنة 1474 ميلادي، واللي بيعتبر تحفة معمارية لحد النهاردة. وكمان قلعة قايتباي في اسكندرية اللي اتبنت سنة 1477 ميلادي في موقع منارة الإسكندرية القديمة علشان تحمي السواحل من خطر العثمانيين. مش بس كده، قايتباي رمم سور القدس وبنى مرافق للحجاج في مكة والمدينة، وده خلاها محبوب مش بس في مصر لكن في العالم الإسلامي كله. وطبعا وبما إن العصر ده كان مليان تهديدات خارجية، في الشمال الدولة العثمانية كانت بتتوسع بسرعة، وفي الشرق بقايا التركمان والمغول بيحاولوا يرجعوا نفوذهم في الأناضول. وفي سنة 1485 ميلادي بدأت حرب بين المماليك والعثمانيين بسبب النزاع على إمارة أضنة وطرسوس، واستمرت الحرب حوالي 6 سنين متقطعة، وكانت نتيجتها إن جيش قايتباي حقق انتصارات كبيرة زي معركة أضنة سنة 1486 ميلادي اللي فيها اتقهقر الجيش العثماني وتراجع للأناضول. لكن قايتباي كان حكيم، أنهى الحرب بمعاهدة سلام سنة 1491 ميلادي، أمنت حدود مصر والشام وخلت العثمانيين يعترفوا باستقلال المماليك. وده كان آخر انتصار كبير للدولة قبل سقوطها بنصف قرن. وبنيجي لطبيعة الاقتصاد والتجارة. في عهده مصر ازدهرت تجارياً، كان بيشرف بنفسه على حركة السفن في البحر الأحمر، وبيتابع تجارة التوابل والبضائع اللي كانت بتيجي من الهند. فرض نظام رقابي دقيق على الأسعار والضرائب، وبنى وكالات تجارية جديدة في القاهرة. وده كله خلى خزينة الدولة تنتعش واتجمعت فيها ثروات ضخمة تستخدمها في مشاريع عامة. وفي عهده اتبنت التحصينات في الإسكندرية، واتجددت القلاع في حلب ودمشق، واستقرت مصر بعد سنين من الفوضى. ولأنه ما كانش بس محارب، كان راعي فنون وعمارة من الطراز الأول. في عهده اتبنى مسجد قايتباي، واعتبر من أجمل التحف المملوكية في العالم، وفيه مدرسة وضريح ومئذنة من أروع ما شافت القاهرة. ووفقاً للمصادر اللي بتقول إنه كان سلطان متدين محب للعلماء والفقهاء وبيميل للتسامح مع الأقليات، لكنه في نفس الوقت كان صارم جداً في إدارة الدولة. اتصف بالحكمة وبعد النظر، وكان دايماً بيفضل الحلول السياسية قبل الحرب. ونظراً لطول مدة حكمه اللي استمرت زي ما قلنا حوالي 28 سنة، قدر يسيب بصمة واضحة على الدولة، ورجع لمصر هيبتها بعد فترات من الفوضى والانقلابات. وفي نهاية القرن ال15 بدأ التعب والمرض يظهر عليه، وتوفى سنة 1496 ميلادي، وساب وراه دولة في قمة قوتها وهيبتها. وفاته كانت نهاية عصر القوة وبداية العد التنازلي لدولة المماليك
اللي بعد 20 سنة بس هتواجه العثمانيين في معركة الريدانية سنة 1517 ميلادي، وهتسقط القاهرة في إيد السلطان سليم الأول. ولحد هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فصل من أعظم فصول دولة المماليك من بعد بارسباي لحد قايتباي. استنى الحلقة الجاية، لأن اللي جاي هيكون عن نهاية دولة المماليك على يد العثمانيين في معركة غيرت وجه التاريخ للأبد. وما تنساش لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وتفضل دايما جزء من رحلة التاريخ بصوت مصر. دمتم بخير، شكرا وإلى اللقاء.